من خلالها بلال الخنوس، ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان يكمل ما بدأه البقية، ما بدأه إسماعيل وأيوب يكمله حمزة إكمان ويسجل في هدف إن جاء بالرؤوس من نايف أكراد، وضعها على رأس زميله حمزة إكمان ليسجل من أول لمسة الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. شوف الراسية، شوف وضعها، حطها أمام حمزة في الشباك. الرابع يأتي عن طريق البديل حمزة إكمان ليكمل ما بدأه إسماعيل وأيوب الكعبي ويسجل الهدف الرابع. لقطة جميلة ودكة بدلاء غنية، لذلك منتخب المغرب مرشح فوق العادة في أرضه بين